بجد. وانا جاوبتك وهجاوبك تاني يا صفية. انت في علم. طول ما انت بتسمعي كلامي ومريحاني انت في علم، بس اول ما هتطلعي بره طوعي لا هتحصلي لا حلم ولا علم. في واحد يقول لك ده لما مرته فين صباحيتها. يا بت، انا بوعيكي وبغششك نظامي من الاول. يا طه ما انت قلت لي كده قبل كده. ما التكرار بيعلم مين؟ الشطار. ايوه الشطار. طيب تفطر ايه يا حبيبي؟ زمانهم جهزوا الفطور تحت. جهزوا مين؟ وانا هسمح لك تفطر من يد حد غيري؟ لا يمكن. طب يلا يا صفية، انت هتصوريني؟ تخليني قاعده معاك شوي. يلا يا صفية. نورتينا والله يا حج. الله ينور مقدارك يا ولدي. بس ملوش لزوم يعني كل الحاجات دي. ليه يعني؟ والله العظيم من يوم ما خدت بنت نادية وانت بقيت غلاوتك من غلاوة زين وطه. الله يخليك. قول لي عامله ايه البت دي معاك؟ كويسة؟ لو غلطت اقطع رقبتها. وانا اقدر؟ دي في عينيا التنين. يقول لك في عينيا التنين وانتي حطيه في عينيكي. طبعا ياما، ده سيد الرجالة. بتقول عليك سيد الرجالة. عايزين زين الصغير نلعبوا بيه ويقول لي يا ستي. لما ربنا يريد يا حج. قولي لي زين عامل ايه؟ الله يكون في عونه يا ولدي. شايل على كتافه حمور كتيرة قوي. اللي وراه الطرية والفاس يحرم عليه قعاد الناس. هو زينك ده على طول عليه العين. ربنا يحميه ويحافظ عليه هو وكل اللي زيه. توحشتك ياما. وانت كمان يا بنتي. قولي لي نفسك تاكلي ايه وانا اقوم اطبخهولك. بقيتي مرة وبتعرفي تعملي واكل وبتخشي المطبخ يا عفشي. انت لما كنت تعملي بيضتين تقومي ترقصي وتعملي لهم فرح. اما بلاش فضايح ياما، بلاش من يشهد للعروسه. العروسه عروسة؟ عروسة وست العرايس. والله مديك هدية. خلي بالك منها. يما. وعملت ايه معاهم؟ مش موافقين ان انا افضل في مكاني القديم، وخلاص طلعوا قرار لواحد زميلنا يجي يمسك مكاني. انا اصلا مش مع قرارك انك ترفض الترقيات. اما لو عرفت انا بفكر في ايه هتعمل ايه؟ ويا ترى بتفكر في ايه؟ انا هقدم استقالتي. انت مجنوني. تقدم استقالتك عشان مش عارف تودي بنتك فين؟ بنتك المفروض تبقى مع امها مش معاك. لو ما قدمتش استقالتي عشان بنتي هقدم استقالتي عشان ده كده موت وخراب ديار يا ادهم. والله انت اكتر يا عمي. والله يا عم هي ظلمتني يا عمي. تخيل يا عمي فيروز كانت فاكره ان الواد اللي مربيه عندي في البيت فاكراه ابني، ده مش بعيد تكون كانت شاكه ان انا اللي جيت لامه. عشان كده انا قلت مش هجي لها الا وانا معايا دليل براءتي. جبت طلب تحليل دي ان ايه من النيابه عشان احلل الواد والواد المتهم واثبت ان الواد ده ابنه. الله يحفظك، بس بالله عليك ما تعرفها ان انا جاي. انا مسافه الطريق من جنة للقاهره على طول. امال هي فين؟ بيت هند اللي في المعادي؟ نقلت راحت فين؟ طب ابعت لي العنوان الجديد يا عمي. مسافة الطريق ان شاء الله، في رعاية الله، في رعاية الله. مع السلامة، مع السلامة. ايه الحلاوة دي يا زنبيه؟ على فين؟ عايزة جايت للمشوار ده انا رايحه عشانك. مشواريه ده؟ رايح اجيب فيروز. يا ألف نهار أبيض، يا ألف مبروك. أحسن مرتك يا ولدي. البت بتحبك والخراب عافش. عندك حق ياما. وبعدين بصراحة زي ما انا رايح اجيبها عشانك وحشتني. مش هكدب يعني، بقول الحقيقة. مصدقك يا ولدي. ربنا يسعدكم ويهدي سركم وما يجيبش بينكم خصام تاني قادر كريم. الله يخليك يا أم. لا اله الا الله، اجيبها واجي على طول. محمد رسول الله. هعمل لك دكارين بط وبتاو ومخروطة. وكوارع ياما عشان البت وحشان. حاضر يا حبيبي وكوارع. عامر، انا شايفه ان احنا تقريبا يعني حياتنا احنا الاتنين واحد، مش كده؟ انا شايف كده برضه. طيب ايه رايك بقى؟ يعني احنا ممكن نبتديها ازاي؟
نبتديها ازاي؟ نبتديها النهارده. اجيب هدومي واجي اقعد عندك. لا انت فهمتني غلط. انا اقصد يعني ايه رايك لو خدنا خطوه الجواز دي؟ نتجوز؟ لا، يبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين بقى. هند انا عايزاكي. طيب على اذنك. هند انا عايزه اقول لك حاجه، دي مش حياه على فكره، مش حياه كول خالص ولا لايف ستايل ولا اي حاجه حلوه. ده اسمه انحلال ومسخره. انت من امتى تعرفي الناس دي؟ مين دول ومن امتى ده جوك اصلا؟ فيروز من فضلك وطي صوتك وما تفصلنيش اكتر من كده خلاص. لا هفصلك وافوقك كمان من اللي انت فيه. يا بنتي انت باباكي راجل طول عمره الناس كلها بتحترمه، ليه عايزه تجيبي له الكلام في السن ده؟ وبعدين انت مضحيه بسمعتك للدرجه دي؟ مالك مكبره الموضوع قوي كده؟ مالها سمعتي بقى ان شاء الله؟ سمعتك بقت في الارض. وبعدين مين اللي لازق لك ده؟ بقى بعد ادهم المحترم تبصي لواحد زي ده؟ فيروز من فضلك وطي صوتك، خلينا نتكلم بكره لما ابقى فايقالك، وخليني اقعد مع اصحابي دلوقتي، اوكي؟ صحابك مين دول؟ تعرفيهم من امتى؟ يا ستي وانتي مالك، المهم ان هما دلوقتي بقوا صحابي. واتعرفتي عليهم في انهي بار بقى ان شاء الله؟ فيروز من فضلك بطلي. لا مش هبطل ومش هسيبك في اللي انت فيه. انت اختي وانا بحبك يا هند، ولازم اقول لك الكلام ده. الحياه اللي انت فيها دي غلط ومش هتعرفي تخرجي منها. ولو بصيتي لنفسك في المرايه بعد كام شهر مش هتعرفي نفسك. اللي بيدخل في الحياه دي ما بيعرفش يخرج منها يا هند. فيروز من فضلك، انا مش صغيره وعارفه انا بعمل ايه كويس قوي. خليني امشي الناس واجي نتكلم مع بعض، خلاص؟ ماشي، لينا كلام بعدين. بقول لك ايه، ده بيت هند. في ايه يا نور؟ هتفضلي كده لامتى؟ انا عشت العمر ده كله مستنيك تفوقي. والله ما كان شبهك. فيروز محدش يستاهل غيري. انا عشت العمر ده كله على امل انك في الاخر تبقي بتاعتي انا، في حضن انا مش هو. ده بيت هند. هو ده بيت هند. طب كنت عايزها بعد اذنك. روح نادي على الهند. هند ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا نور؟ انت اتجننت؟ يا نور انت لازم تفهم ان انا عمري ما كنت هبقى ليك، حتى لو ما كنتش عرفت زين واتجوزته. انا مش ليك. زين والله العظيم ما خرجت بره اوضتها. مش تسلم الاول؟ فين اوضتها؟ فيروز انا بحبك قوي. انا مش عارف احب حد تاني. فيروز بليز ما تسيبنيش. فيروز بليز عشان خاطري. ايه قلة الذوق دي؟ مش تخبط. عندك حق، المفروض كنت اخبط. انت فاهم غلط يا زين. انت طالق. زين اطلع بره.